ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي احلى علبه زبادي في رمضان، والسر كله من اللبان. لو انت لسه ما تعرفنيش، انا ديدا ودي قناتي مطبخيطه، بنزل افكار وفيديوهات متنوعه. يا رب اتمنى لو الفيديو ده عجبك تعملي لي لايك وتدوسي على زر الاشتراك وتسيبي لي كده كومنت جميل زيك. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ازاي احلى علبه زبادي في رمضان. حرفيا الطريقه دي لو عملتيها هتعتمديها غير كل الطرق اللي موجوده دلوقتي. يلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. اولا كده قلت للبان انا عاوزه اعمل كل يوم زبادي في البيت. طبعا مش هقدر اشتري كل يوم من بره، لان طبعا رمضان داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين، فاغلب الناس مش هتقدر ان هي تشتري زبادي من بره. فقال لي ابدأي الاول بكيلو لبن وجربيه بطريقتي وصدقيني هتعجبك. عملت ايه؟ قلت خلاص يعني خد من عبد الله واتكل على الله. جبت يا اختي كيلو لبن وحطيته كده على النار، وبدات ان انا اسخن فيه او اغليه. حلو الكلام. من قبل طبعا ما يتغلي قلبت فيه تقلبتين كده صغيرين، وبعد اللبن بتاعي مفار قلبت بقى، مسكت المضرب واديله ادي قلبي بقى كده شويه كده حلوين. ليه بقى الكلام ده؟ احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان خاطر وش القشطه ما يطلعش تقيل قوي، وفي نفس الوقت الكريم الزبادي بتاعك يطلع كريمي جدا. فاهم حاجه لازم التقليب. طب ليه يا عم عبده؟ قال لي هو لازم قال لي لازم تقلبي. قال لي لازم بعد ما اللبن يفور بالظبط لازم تقلبي فيه كده تقليب محترم، عشان خاطر الزبادي بتاعك ما يطلعش متكتل. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالى بس نشوف هنعمل ايه بعد كده. عاوزاكم بقى تركزوا معايا في التركية اللي جايه دي، لان التركية دي هي اللي حرفيا هتفرق في طعم الزبادي. انا مش هكدب عليكم، انا كنت عامله الزبادي بطريقه تانية، فبصوا بصوا مكتل ازاي، فما عجبتنيش الصراحه. فقلت خلاص هنستفاد بقى، هنرمي كوبايه الزبادي يعني مش هنرميها. قلت بقى ايه، قومي كده استفادي بقى بكوبايه الزبادي دي ونشوف هنعمل بيها ايه. طبعا هو قال لي هاتي كيس نايلون وابداي حطي فيه الزبادي، وابداي ان انت في كده فعصيه بايديكي لحد ما الزبادي ده يتحول زي ما يكون ايه، زي كأنه لبن او لبن رايب تقيل. ابدأي بقى دوسي على اللبن على الزبادي ده لحد ما يبقى عامل زي اللبن. طبعا هو قال لي طرق تانية، بس الطرق دي مش هتنفع طبعا اللي عنده بقى لمبة نايلون والكلام ده. قال لي دي ابسط طريقة واقرب طريقة لست البيت ان هي تعمله في البيت. الله يا ربنا يكرمك يا عم عبده. فابدأي بقى دوسي كده على الكيس، تمام، وابدأي ان انت بقى فعصي كل الزبادي ده لحد ما يبقى عامل زي اللبن الرايب بالظبط. طب ليه طيب برضو الكلام ده؟ عشان الزبادي بتاعك يطلع ناعم جدا ما فيهوش اي تكتلات، في نفس الوقت يطلع طعمه حلو. عايزاكي بقى ايه فتحي لي عينيكي بقى قد كده برضو للخطوه اللي جايه دي. ايه ده؟ هتحطي ميه على الزبادي؟ ايه العك ده؟ يا ستي استني، يا ستي استني، اصبري. هنحط كده شويه ميه على الزبادي اللي احنا عجناه بايدينا. بصي هيبقى عامل حرفيا كانه لبن. تمام. شويه بشويه زودي الميه، وابداي ان انت اقفلي بقى الكيس خالص وابداي خضي فيه. يعني لا مش تخضيه، خضي فيه، ايوه اعملي بنفس الطريقه دي. قال لي بقى لو عايزه تعمليه بقى بطريقه تانية بقى وانت بقى رايقه وفايقه، تجيبي بقى لمبه نايلون وتقسمي نص الخليط ده، وبعد كده تبتدي ترشي على الزبادي من فوق. فطبعا انا ما كانش عندي الوقت ده يعني، فقلت خلاص هنعمل بالطريقه دي ونشوف. هو قال لي الطريقه دي هتطلع حلوه جدا يعني، مش هتطلع وحشه. تمام. بدات بقى ان انا كده اقلبهم كده مع بعض شويه. طبعا عايزه تزودي كميه الميه اكتر مفيش اي مشكله، برضو مش هيقول لك لا، مش هيطلع وحش يعني ما تقلقيش. وفي نفس الوقت هنزود يعني كميه الزبادي شويه، اللبن بقى غالي يا اختي. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ طبعا انا اللبن عندي فار وبرد وبقى زي دمعة العين، يعني هتحطي فيه صباعك لمدة 20 ثانية صباعك مش هيتلسع. تمام. بعد كمان ما برد شويه بقى عامل زي دمعه العين كده، بدات بقى ان انا اقلب فيه بالمضرب. اهم حاجه ان انت تقلبي بقى فيه بالمضرب كده زي ما قلت لك عشان ما يكتلش منك. جبت بقى كده اللبن عندي وهبدا احط عليه الخليط اللي انا عملته. ممكن ثواني بس، ثواني. هبدا بقى احط عليه كده الخليط اللي انا عملته. بصوا معلش سامحوني يا جماعه انا اسفه. بدات كده بقى ان انا احط عليه الخليط كله وقلبيهم بقى كده كلهم مع بعض. بعد بقى ما نزلت بالخليط ده هبدا بقى ان انا اقلب الخليط ده بقى مع الحليب، وخلاص هبدا ان انا اصبه في الكوبايات.
عايزه اقول لك بقى انك بالطريقه دي حرفيا مش هتجيبي ولا علبه زبادي من بره. خلاص خلاص هتعتمدي طريقه الزبادي دي في البيت. عايزه اقول لك يعني انا مبسوطه جدا من النتيجه اللي انا طلعتها. كنت طبعا عندي بنوته صغيره فلازم اجيب لها زبادي كل شويه، وطبعا الدنيا بقت غلا زي ما انتم عارفين. فالطريقه دي لما عملتها لا 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 لا, لا فرقت طبعا كتير. احنا هنعمل كام علبه، كام كوبايه زبادي؟ ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 وكمان كوبايات كبيره ما هيش صغيره. فدلوقتي علبه الزبادي بقى بكام؟ ب4 جنيه ولا ب5 جنيه. فلا فرق كبير طبعا. هبدا بقى طبعا ان انا احط الزبادي او اللبن اللي انا عملته ده في الكوبايات كده. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ انا حطيته كده في الكوبايات بتاعت الزبادي تمام كده. بس كده لا يا ستي استني. هنعمل ايه بقى؟ هنحط بقى كوبايات الزبادي دي في صينيه. الصينيه دي هنحط فيها ميه مغليه او ميه يعني شويه مش مغليه قوي، تكون بس فيها بخار. بصي بالشكل ده. وهتبداي تحطي عليها فوطه وهتحطيها في الفرن لمده من 4 ل6 ساعات. واهم حاجه ان انت تشوفي لو اول ما تعمل وش القشطه ابداي خلاص على طول ان انت دخليها التلاجة بتاعتك. وبعد كده اصبري بقى عليها كده شويه صغيرين وطلعيها وكلي احلى علبه زبادي بالف هنا وشفا. عايزه اقول لك بصي طالعه كريمي ازاي، زي الزبادي بتاع بره بالظبط، مش هيفرق كتير عن الزبادي بتاع بره. وده كان نهايه الفيديو. يا رب لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتدوسي على زرار الاشتراك وتسيبي لي كده زي ما قلت لك كومنت جميل زيك يشجعني كده ويدعمني واجيب لكم اسرار كتير اكتر من كده كمان. يلا اسيبكم بقى كلكم في رعايه الله.